يا مساء السعادة والسكر الزيادة على حبايبي وصحابي وعيلتي اللي بتكبر. بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. عيلتي بتكبر والله، بتكبر بإخواتي اللي بيدخلوا وولادي وحبايبي. كل سنة وانتم طيبين. احنا داخلين على امتحانات وبعديه العيد. بتعملي ايه يا عبير؟ انتي لسه مروقة وشايلة السجاد؟ عندي مصطفى هيمتحن، جود هتمتحن خلاص بكرة اللي هو الاتنين، وآدم هيبدأ برضو الاتنين، ومصطفى هيبدأ يوم 31. فبالنسبة لي كده الترويقات والتجهيزات بتاعة العيد مش هينفع اعملها في الايام اللي كنت بعملها قبل كده، لان ولادي هيبقوا بيمتحنوا. ما ينفعش يكون عندي مرحلة ابتدائية زي آدم في 6 ابتدائي ومصطفى في 3 اعدادي، وامسك السجادة اغسله واشيل الستاير واشيل الكفر والحاجات دي كلها اروقها. انا هنا على فكرة في الفيديو ده كنت بقول كده، بس إيه مش عارفة قلت اسجل احسن، يعني الكلام ما كانش احسن حاجة. فاهميني؟ فقلت احنا فاضل كده 20 يوم على العيد. وولادي ما شاء الله الدروس ما بيقعدوش اصلا في البيت، دروس دروس دروس. فمش هينفع ان انا اجل ترويقات واقول ايه استنى قبل العيد بيومين ثلاثة، لان مصطفى هيخلص امتحانات قبل العيد بيومين. يعني الوقفة يوم 5 ومصطفى هيخلص يوم 4. فمش مش البيت لازم يكون نظيف ومتهيأ لشاب في سنه انه عنده امتحان اعدادية. مش هينفع فاهميني يكون بيذاكر وانا بقى مشغله المكنسه او مشغله الغساله بقى الكبيره وبغسل الكفرات وتعالى اعمل لي الستاره وكلام من ده. قلت ابدا بدري بدري كده ودايما ايديا تبقى في الشقه نظيفه. مسكت بقى الكفر زي ما انتم شايفين كده الكوشينات ديت، شلتها كلها ورحت مشغله الغساله على طول، مليتها. احط فيها كده كوبايه اوكسي واي مسحوق بقى، واحط كل الكفرات، لان كنت انا حاسه ان هي مش نضيفين حاجه بسيطه. بصوا الفرو لونه عامل ازاي، بس دلوقتي هتشوفوا الميه معايا لونها في ثواني، مسافه ثواني لونها يعني بقى متسخ كده. الميه مش نظيفه خالص، مع ان اللي يشوفهم يقول لا نضاف، هم محطوطين على الركنه ما فيهمش حاجه. بس بصوا دلوقتي الميه بتعمل ازاي، الميه اتوسخت خلاص. بصوا، انا على فكره يا جماعه انا عندي غساله تانية، بس انا بحب الغسيل ده في الغساله دي بتنضف. تعالوا بقى هنا، انا قلت امسح الركنه، عندي الدبان كتير، مصر كلها الدبان الايام دي عندها كتير، مش انا بس. فجبت فوطه كده وقلت امسح مكان ما انا برش، كان ملزق سنه بسيطه كده. قلت امسح بفوطه كده فيها شويه معطر ومسحوق، علشان ايه التلزيق اللي في الركنه ده، تنظيفه العيد بقى. بصوا فرشت هنا المصليه دي على ظهرها كده، وقلت بالمره اخد الستاره، ما هي تنظيفه العيد بقى. مش كل شويه بقى هقول لكم تنظيفه العيد بتنضفي بدري ليه؟ ما انا قلت بقى في اول الفيديو علشان عندي امتحانات، وعندي ولادي في الاعداديه وفي الابتدائيه، ولازم البيت يبقى نظيف وهادي ومترتب. يعني انا يعتبر دي ترويقه عشان ولادي وكده. ولسه بقى ان شاء الله كمان 10 ايام كده، يعني قبل العيد بيومين ثلاثه برضو لازم انزل فتح الله اجيب شويه طلبات بقى وكده. وكل سنه وانتم طيبين. هتتابعوا معايا كل ده. خلينا بس في الفيديو الاول. شلت الستاره برضو علشان احطها ورا الكفرات في الغساله. تمام. هنا معرفش كنت بكلم مين من العيال، اي بقعه بقى بلاقيها قدامي. على فكره يا جماعه انا شلت الفرشه اللي كانت على الركنه، بس لا هرجعها تاني. ما ينفعش بيت فيه اطفال الركنه تفضل كده متسابه، وانا اصلا لسه عامله الركنه دي جديد. يعني الواحد بيعمل الحاجه بطلوع الروح والله، وما بيعرفش يرجع الحاجه زي ما كانت. بصوا انا حتى خدت المفرش اللي كان على الترابيزه اللي انا بمسحها دي، واللي كان على ايادي الركنه برضو غسلتهم. غسلت كل حاجه، كل حاجه بقت مغسوله. فاكرين بصوا حتى مفرش السفره قلت لجوجو برضو ايه، لمي لي مفرش السفره هو كمان. بصوا هنرجع بس المفرش الكريستال ده لحد ما نخلص. فاكرين لما قلت لكم انا مش هسيق علشان ما عنديش معطرات ولا حاجه؟ جبت بقى ديتول، وجبت معطر بريحه الياسمين، وجبت كلور، وجبت فنيك. فقلت بقى تسيقه بقى محترمه. انا لسه اصلا كنت مسيقه من يومين والدنيا نظيفه، بس شايفين كده هتلاحظوا بعد خلاص الذباب كده في الارض. عشان احنا بنرش دايما. شايفين بقى لما بتكون ايديكي على طول في الشقه بتبقى زي الفل ما شاء الله. بصوا مفيش، يعني الدنيا نظيفه جدا على طول بقى كده. فهيجي العيد ان شاء الله الدنيا هتبقى نظيفه، وفي نفس الوقت ما اعملش اي كركبه وولادي قاعدين. انا بسحب منهم التليفونات، بيذاكروا في اوضه بعيد عن الشاشه، بيذاكروا في اي مكان انا بعيد بصور فيه اي حاجه، بحيث ان كله يبقى قاعد بيذاكر ومفيش حاجه شغلاهم.
ممنوع طبعا الزيارات في الايام دي، ممنوع اي جاره تيجي عندي بعيالها، الجو ده كلته ممنوع حد يجي يلعب مع بنتي، مفيش الكلام ده نهائي وانا عندي امتحانات. تمام، عشان بس محدش يقول انت بتظبطي بدري ليه. هديها بقى مسحه كده ايه محترمه بالمعطر بقى وكلور، حاجه كده ايه جميله. الريحه اصلا يا جماعه انا بسيق والريحه ما شاء الله. اكيد واصله لهم في التليفون. جود بتقول اكيد واصله لكم في التليفون الريحه. لا يعني جود مش للدرجات دي. بصوا خلصت كده، قلت لجوجو بقى دخلي الجردل بتاع الشرشوبه جوه. بصوا المنظر من عندي هنا، حبيت اوريكم المنظر انا ببص عليه. الارض دي يا ولاد كانت فاضيه خالص، عملوا فيها ملعب وبعد كده هيعملوا فيها بسين، حمام سباحه يعني. وشيلنا بقى زينه رمضان وما عادش في حاجه بقى. بتعملي ايه تاني انت لسه مسيقه؟ بحب النظافه جدا موسوسه. رحت حطيته تاني في المعطر وشطفت الشرشوبه كده كويس، وقلت ايه احط ادي تلميعه تانية كده عشان لو في اي حاجه ورايا شعرايه اي حاجه كده يبقى كله تمام. شايفين النظافه؟ شايفين الحلاوه؟ ايه رايكم؟ عايزه رايكم في التعليقات، مش عايزه حد ما يعلقليش على الفيديو ده ويقول لي ايه رايه في النظافه دي. بصوا نضيف ازاي. هنا الغساله خلاص كانت خلصت دوره الغسيل. رحت بقى عشان اشيل. بصوا المتعب في الغساله دي يا ولاد، كل حاجه ربنا خلقها في الدنيا لها مميزات ولها عيوب، كل حاجه في الدنيا. مميزات الغسالة النص اوتوماتيك ان هي بتنظف جدا، بتنظف فوق ما تتخيلوا، وموفرة في المسحوق. المتعب بقى ان انت لازم تشيلي الغسيل من هنا تحطيه هنا. عندي الغسالة التانية اللي هي فوق اوتوماتيك، بتحطي الغسيل وتحطي لها المسحوق وتسيبيها هي بتغسل وتعمل كل حاجة، بس ما بتنضفش. بصوا العصفورة دي، العصافير دي بتاعتي انا، بعتبرها بتاعتي، ربنا باعتها لي كده حاجة جمالية كده موجودة على شباك. بصوا لما بيلاقوش مية، بصوا كنت بعمل ازاي بصبعه، بحس ان هما بيندهولي. انا دايما احط لهم ميه ورز في الطواجن دي، جميله جدا. تعالوا بقى نشوف الغساله. ال ال الكوشنات هنا كده خلاص نشفت. الغساله دي بتطلع الهدوم يا جماعه منديه يعني ناشفه، فاهميني؟ ناشفه بنسبه 95%. يعني انا مش هنشرها على الحبل علشان ريحه الاوكسي اللي فيها ما تروحش، لان الريحه كانت فيهم مفوحه قوي وطريين كده، فاهمين؟ والجو اصلا كان حر فهينشفوا على طول. لبستهم بقى على طول. بصوا اضرب. بصوا الكوشن الفرو ده رجع تاني زي ما كان جديد. تحسي ان الشقة بتتنفس نظافة والله العظيم. بصوا بوريكم عاملة ازاي. معلش الإضاءة بتاعة التصوير بتعمل مع الإضاءة، يعني التصوير بيروح ويجي كده الكاميرا بتتموج كده، مش عارفة ليه. بحاول اظبط الكلام ده مش عارفة يعني. بصوا الركنة عاملة ازاي ممسوحة كده. بصوا مصطفى مش عارفة كان تايه ليه، مصطفى رايح جاي كده تايه. بصوا الستاير كمان والمفرش خلاص اتغسلوا، وبرضو مش هنشرهم لانهم ناشفين مش مستاهلين التنشير والريحه اللي فيهم تروح، وفاهمين؟ انا بحب اعلقهم هم ايه طريين كده. لو وصلتوا معايا لهنا اتمنى ان انتوا تحطوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان عيلتنا تكبر، ومستحيل هتكبر غير بيكم، ويوصل لكم مني كل جديد. هركب بقى الكوشنات كلها، وهخلي مصطفى بقى يعلق لي الستاره. مصطفى وادم وجود. بصوا بقى انا دخلت جوه، يعني قلت لهم ركبوا الستاره ازاي ودخلت جوه وسبتهم. تعالوا بقى شوفوا ادم وجود عملوا. بصوا جود بتعمل ازاي، شوفوا بقى عملوا ايه قدام الكاميرا وانا مش موجوده. وما رضيتش الصراحه منتج الحته دي، سبتها لهم كده علشان يحرموا يعملوا اي حاجه قدام الكاميرا، مع ان انا كان ممكن امنتجها واشيلها، بس قلت والله ما انا منتجاها. اتفرجوا بقى على عيالي بيعملوا ايه وانا مش موجوده قدام الكاميرا، بيعيشوا حياتهم. يعني هم مفكرين ان انا مثلا مش هشوف الحاجه دي ولا ايه، مش عارفه. احنا قلنا اللي انت هتشيليها. لا بصي بتقول انا قلت ان انت هتشيليها. لا مش هشيلها. ادم هنا كان بيحاول يركب لي الستاره عشان انا كنت ايه مشغله الغساله، استعينوا بمصطفى بس لقيتهم هما اللي ركبوها. بصوا بقى اتفرجوا. بص جود ملبوسه. بص ادم بص ادم بيرقص ازاي، بتعرض ايه يا ادم؟ بتعرض ايه يا ولا يا ولا يا ولا؟ بص
بصي جود بص اول ما جيت بقى بتديكوا بوسه وخلاص، يعني الموضوع خلص. جيت انا بقى هنا كده وكنت بطلع من الغساله، قلت لهم تعالوا يلا ندخل الستاره ورا الركنه كده عشان نظبط بقى عشان نخلص يعني. بص الجزء ده برضو قلت لادم شدي شدي من يمتك خالص كده واظبط. هظبط بقى الجزء انا ده. بص جود نايمه في الارض. مش كنت بتعملي ايه يا جود كده؟ بعمل نفسي ميتة. بتعملي نفسك ميته؟ لا اله الا الله والله يا جماعه انتوا بتشوفوا العجب معايا. خلاص كده ركبنا الستاره ونفضنا الركنه وركبنا الكوشنات والمفرش ده برضو لسه مغسول. الدنيا كلها متنضفه ومغسوله وزي الفل. ستاير مغسوله وكوشنات مغسوله ومفارش. مفيش حد قدنا ولا حد في نظافتنا. اتمنى تقولوا لي رايكم في التعليقات وتقولوا لي بتتفرجوا عليا منين ومتابعيني منين. بحبكم جدا. حطوا ايه لايك. رايكم بقى؟ حطوا لايك. حطوا اللايك. شفتوا الجمال والنظافه؟ شفتوا الروقان؟ النظافه بتتنفس عندي. تعالوا بقى نروحوا نشوفوا السفره. بصوا كمان فرشنا مفرش السفره بس ما صورتش بقى عشان ما اطولش عليكم. تعالوا نشوفوا الغدا بقى هنتغدى ايه النهارده. عملت لهم بقى محشي وده كربط. بصوا انا هنا كنت عامله الحله ديت كلها ورق عنب وكان في صف بس واحد كده مش مكمل كمان كرنب. كانت جود نفسها فيه فطلعت لها ورقتين 3 كده. عملت لها صف كرنب لان هي بتحب ورق العنب والكرنب. كنت عامله محشي بتنجان وفلفل وكوسه. ومرضتش بقى اطول عليكم الفيديو واصور. انتوا طبعا شفتوني انا بعمل كده كذا مره. بصوا هنا بقول لكم ده ورق عنب بس على وشه شويه كرنب صغيرين. كان محشي زي العسل. واليوم بالنسبه لنا كده خلص خلاص. بس بقى من الشوربه بتاعه البط. فين حبايبي بتوع اللايفات اللي بيسالوني على البط؟ البط هيخلص، اللي مش هيجي البط هيخلص. هسوي بقى المحشي واحط لهم يتغدوا واشوفكم على خير في فيديو جديد. مع بحبكم السلامة. كلكم. مع السلامه.